من فضلك ما تزعلش. ما تزعلش ان اللي حواليك متفهين من انك زعلان او منهار، او بيسألوك ايه الافوارة اللي انت فيها دي، او انك بقيت ساكت على طول بسبب ان محدش فاهمك. ما تزعلش، مش هيفهم الحالة دي غير اتنين، واحد بيمر بحالتك او واحد بيحبك بجد. ما تفتكرش ان ضعفك وألمك وانهيارك وانك مش قادر ده دليل على الضعف خالص. انت مش ضعيف، انت قوي جدا وقادر انك تشيل، واللي انت شيلته ده كفيل ان هو يتحط فوق راس اي حد، بس لو هو فاهم بجد اللي انت مريت بيه وعارف قد ايه انك موجوع. بس الفكرة كلها انك محتاج كم حاجة بسيطة، انك تعيد ترتيب افكارك، وانك تبص للموضوع بشكل مختلف، وانك تعرف ان لو شخص معين هو اللي وصلك للحالة دي، فأكيد مفيش علاقة بتستمر في الدنيا غير لو كانت متبادلة. وإن لو أنت بتحب بجد شخص وباني سعادتك عليه، فالسعادة دي هتبقى مؤقتة وليها عمر، لأن حطيت سعادتك كلها في شخص. وإنك لو متضايق وقلبك مش مرتاح، فأعرف إن في حاجة هنا بتقولك إن في حاجة غلط. اللي بيحب بجد بيديك من وقته، واللي بيحبك بجد بتكون من أولوياته، واللي بيحبك بجد بيحارب الدنيا كلها عشانك، واللي بيحبك بجد بيبقى عارف إمتى يشد الحبل وإمتى يرخيه. أكتر حاجة في العلاقات بنحتاجها الارتياح. لو أنت بتفكر زيادة فهد دماغك وافصل عن الدنيا، علشان اللي أنت فيه ده حقك. وياما وقعنا كتير، بس لما بنقع بنعرف حلاوة الوقوف قد إيه بتبقى جميلة، وقد إيه بنكتشف حاجات عن نفسنا وعن اللي حوالينا. مش معنى إن هو بيدق الباب معنى إن هو مناسب، ومعنى إن هو أنت هترتاح معاه. أنا ممكن أكون بزق الباب علشان سعادة ليا مؤقتة، أو عشان أنا فاضي دلوقتي. فما تزعلش، ما تزعلش على أي حاجة أنت عملتها، صدقني هتكتشف. بس أنت محتاج ترتب أفكارك وتعيد نظرتك للأمور بشكل مختلف، وأعرف إن وقعتك دلوقتي هتخليك في مكان أحسن كتير قدام. بس أنت محتاج وقت، وما تركزش في كلام أي حد مش حاسس بوجعك. أنت الوحيد اللي تقدر تحس بيه، وأنت الوحيد اللي تقدر تطبطب على نفسك، وأنت هتخرج منها كويس قوي. بس راجع نفسك كويس، وما تفتحش الباب لأي حد حتى لو أنت عايزه، لأن ممكن أنت تكون عايزه بطريقة وهو عايزك بطريقة تانية. هقولك كلمتين وخليك حافظهم. ما تحطش حد في مكانة وسع عليه، وما تديش لحد قيمة هو مش عايزها. القلوب دايما ما بتنساش كلمة حلوة اتقالت، ولا طبطبة عليه اتقالت، بنفضل فاكرينها علشان بتسند وبتقدرنا قوي. وما بننساش برضو كلمة وحشة اتقالت سواء جد أو هزار، وخذلتنا ووجعتنا قوي، وبعديها بنفكر 100,000 مرة قبل ما بنخطي خطوة واحدة. ركز في الاتنين دول وافتكر، ما تزعلش، ما تزعلش أبدا.